ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بكم في حلقه جديده من فيديوهات رمضان. في فيديو النهارده بقى حاجه كده من اللي الشعب المصري كله بيحبها وبيموت فيها. ايه هي بقى؟ اندومي، بس بهبده وافتكاسه جديده. يعني الواحد بقاله 20 سنه بياكل اندومي بالطريقه العاديه، لازم نغير كده، مش كل شويه بنفس الكيسين التلاته اللي بنجيبهم. واحد في الكومنتس تحت يا استاذ هبداوي هيجي يقول لك هو احنا مش كنا عملنا فيديو قبل كده ليه علاقه بالاندومي؟ طب بص يا سيدوني، انا عندي اجابتين للسؤال ده. اتفضل جاوب. اجابتين لهذا السؤال. اتفضل اول اجابه ان اصلا ما حدش بيكتب لنا في الكومنتس حاجه. يعجبني فيك الصراحه النفسيه. صراحه نفسيه ايه يا ابني؟ تصالح مع النفس. تصالح مع النفس، ايوه هي دي. تاني اجابه بقى ان احنا عملنا فيديو كان اسمه رامن، بس ده وصفه وده وصفه تاني خالص. ده احمد وده مش الحاج احمد، ماشي؟ ده في حته وده في حته، الطعم مختلف 180 درجه، وانا مجربه قبل ما اعمل لكم الحاجه عشان تبقى كيف كده ومزاج يا اسطى. ما تقولش على هبداوي بيرمي لك اي وصفه وخلاص. فانت لو ما شفتش الفيديو اللي بتاع الرامن اللي الاخ بيقول لك عليه، هسيبه لك في الاي اللي فوق دي، او ممكن تلاقيها هنا، انا ما اعرفش هتطلع لك منين الصراحه، فهي هنا او هنا. يلا بينا بقى على المطبخ نشوف الوصفه الجميله بتاعتنا. بعد ما فتحنا بقى كاس الاندومي بتاعتنا، هننزل بالتوابل بتاعتهم. اي نوع توابل بتاعتهم موجود انزل بيها. هننزل عليهم برشه بابريكا، رشه حلوه كده ما تبخلش، وعليها رشه زعتر. ده زعتر سوري، لو عندكم زعتر عادي برضو يعني هو مش هيختلف معاكم في حاجه. وشويه ريحان برضو كده، رشه صغيره. على النار بقى يا باشا، ولع كده يا معلم وصب كده بقى. ايه بص ماشي، لا انا مش هعملها زي بتوع القصب من فوق بقى عشان بتجازى يبوظ وما تنفخني. خلينا ايه، نحترم نفسينا. ننزل بشويه ميه كده حلوين، وهنسويه بقى بالطريقه العاديه جدا اللي كلنا عارفينها. وبعد ما استوى بقى بالطريقه العاديه اللي احنا بنعملها على طول، هنحطه بعد ما نصفيه شويه من الميه بتاعته كده في البوله الجميله بتاعتنا او في الطبق، في اي حاجه هنطلع فيها. ننزل بشويه صويا صوص حلوين كده على الوش، بس حلو قوي بس عشان الطعم ما يكرفش. ورشه بقى زيت زيتون صغيره قوي على الوش. وانزل بقى بشويه شوربه الاندومي دي كده على الوش، شويه صغيرين بس كده. واديها كده تقليبه يا معلم بالشوكه بتاعتك. يا سلام بقى يا اسطى لو عندك الشوبستيكس، يا صيني يعني. وده الشكل بعد ما خلص. ويلا بينا بقى على جوه نقول لكم راينا فيه. ورجعنا بقى في الاوضه بعد ما عملناه. الريحه يعني مفيش كلام يتقال عن الريحه، جربوه انتوا هتعرفوا الريحه بتاعته عامله ازاي. فاحنا ندوق بقى دلوقتي ونقول لكم راينا بقى. الصراحه ما قدرتش اسيب المنظر ده من غير ما اعرضه. يلا كده ايه، يغسلني من جوه. طب يلا اصلا انا عايز يغسلني من جوه. هو انا مش منبهر قوي بالحوار دوت. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان كل يوم بعمله لنفسي اصلا من كتر ما هو جامد كل يوم بعمله. ولسه فاكر دلوقتي تعمله؟ ما انت عايز تدوق معايا؟ لا مش لازم. نعم، ده انا قتلك فيها دي. اصلا الاندومي ده وجبتي المفضله لو ما تعرفش. طب مد ايدك. طب امد ايدي وهو عندك؟ طب ما تيجي تقعد مكانك كده وتوري للناس رد فعلك. طب قوم اوعى. ايه ده؟ لا انت تيجي تقعد جنبي، مش هوعى خالص. سبحان الله سبحان الله، اول مره يقول لي يلا على حاجه. احنا ندوق بقى الكلام ده عشان ايه؟ حته صغيره بس يا اسطى. حته صغيره مين يا ابو عم؟ مفيش الكلام ده. انت انا ببص لها كده ليه؟ اصل معجب يا اسطى. انت عمال تلفها بقالك ساعه، ما تنجز يا عم انت، انا جوعت. اصل هي جامده يا اسطى، بص منظرها عامل ازاي. هي منظرها حلو بس انا جعان، انجز. عايزين نقول للناس رد فعلها عشان نقفل الكاميرا وناكل. يا لهوي يا لهوي، انت اصلا لسه ما استحمل. يا اسطى. انت دقت خلاص يا حبيبي. ما انت دقت. قول بس الناس اول رد فعلك وبرضه. جامد جدا، انصح بيه. واصلا الكادر مش جاي عليا، اوعى. ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك انت. يلا سلام بقى عشان انا عايز اكل. استنى بس اقول لك على حاجه يا اسطى هتخلص الطبق يا اسطى. راحت في عيني. انا هسيب لك الشرب. لا طبعا. نقى ايه بس؟ عايز اقول لك على حاجه. ما خدتش انت شويه من تحت بالصوص بقى بتاعها يا اسطى I want some of that. يا اسطى البتاع ده جامد قوي. ايه ده؟ يا ابني عبدالله ما يعيش حاجه وحشه. بس كده يا جماعه، فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده بقى يا معلم، لو عندك افتكاسه جديده، هبده جديده، تجربه فاشله عايز تجربها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن برضو. وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الكائن اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي.